الهلال النهارده والاتحاد بيكملوا فرحة الشعب السعودي بيوم التأسيس وبيصعدوا لدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا. ألف مليون مبروك لجمهور الزعيم وجمهور العميد الفوز النهارده والتأهل، وبكده يكون 3 فرق سعودية موجودين في ربع النهائي، أولهم النصر امبارح والنهارده كملهم الاتحاد والهلال. الاتحاد مباراته خلصت قبل مباراة الهلال برومنتادا عظيمة جدا للاتحاد، كان على وشك انه يخرج النهارده من البطولة، لكن الاتحاد بأون جول من الفريق المنافس تتيح له الفرصة النهارده ان هو يصعد لدور ربع النهائي قدام جمهوره ويفرح جمهوره. اتمنى من الاتحاد في دور ربع النهائي يقدم لنا اداء متميز ويفضل مفرح جمهوره العظيم ده اللي وراه في كل مكان. اما مباراة الهلال النهارده، الهلال كان داخل المباراة يعني بأريحية كبيرة عن الاتحاد، لكن الأريحية دي كانت هتقلب كفة الموازين النهارده في المباراة. وجيسوس مدرب الهلال النهارده ولاعيبة الهلال بدأوا المباراة يعني نقدر نقول باستهتار شوية، لحد لما جه الهدف الأول لفريق اسبهان الإيراني في الدقيقة 54 بدأ المدرب يفوق ويعمل تغييراته، غير ياسر الشهراني وهو كان نقطة ضعف جدا النهارده في الدفاع، وكان الهدف الأول بسبب تغطية سيئة منه، وكمان لحظة سرحان من علي البليهي. لكن لما نزل سلمان الفرج النهارده مكان كانو وناصر الدوسري مكان ياسر الشهراني الوضع اختلف، ولاعيبة الهلال بدأت انها تنتبه انه ممكن هدف واحد بس يجيبه فريق اسبهان وتبقى النتيجة 2-0 ويطلع الهلال خالص من البطولة، ويجي دور العظيم سالم الدوسري التورنيدو اللي دايما عنده الحل، وبترقيصة رائعة وبتسديدة في المرمى بيحط الهدف الأول في الدقيقة 76، ويبدأ بقى الهلال يمتعنا بالكورة ويلعب لعبه اللي بجد، وما فيش بعدها ب6 دقايق بالظبط يحط نيفيز هدف رائع جدا من لمسة واحدة لوب كده في الجون، ويكون الهدف الثاني للهلال والنتيجة تصبح 2-1. طب يسكت كده الهلال؟ لا، يرجع يفوق يقول لا أنا الهلال معقول أكسب بره 3-1 وجوه 2-1؟ لا، متروفيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع يحط الهدف الثالث وتبقى النتيجة 3-1 ونتيجة المباراتين 6-2. نتيجة عظيمة جدا للهلال، وكويس ان هو انتبه لأخطائه وقدر يصحح الأخطاء دي في الشوط الثاني وتنتهي المباراة 3-1 بفوز عظيم للزعيم. مليون مبروك لكل فرق السعودية، مبروك لجمهور النصر، مبروك لجمهور الهلال، مبروك لجمهور الاتحاد. وبكده العالمي والزعيم والعميد موجودين في دور ربع النهائي دوري أبطال آسيا، وإن شاء الله النهائي إن شاء الله أتوقع هيكونوا فرقتين سعوديين بإذن الله، وبالتوفيق إن شاء الله في المباريات القادمة للجميع. شكرا لكم، سلام.